صباحكم ورد وفل وياسمين. النهاردة غدانا لحمة كباب حلة. معنا المقادير بتاعتنا بسيطة. دي البهارات الأول، شوية ملح وشوية فلفل وبهارات مشكلة وجوز الطيب وورق لوري وحبهان بس. ومعانا بقى البصل بتاعنا نكون فرميله بس مش مفروم جامد يعني، عشان ده اللي هنعمل بيه الكباب حلة. واللحمة طبعا تكون قطعية من عند الجزار، تقولي له ان انا هعملها كباب حلة بس كده. او زي ما انتوا شايفين، وطبعا حتة معلقة زبدة ومعلقة زيت وخلاص. على كده هنجيب الطاسة وهنشوح فيها بقى نحط السمنة بتاعتنا والزبدة ونشوحها كده لغاية لما تسيح خالص. وبعد كده هنحط بقى ايه اللحمة عشان تدي صدمة. زي ما انتوا شايفين اهو، لغاية لما بس ايه نشم ريحة السمنة بتاعتنا كده تطلع. وبعد كده نحط ايه اللحمة. اللحمة كباب حلة طبعا لازم يكون لها قطعية معينة عشان ما تاخدش منك سوا كتير وكده. قطعناها مكعبات زي ما انتوا شايفين اهي. وهنحط بقى اللحمة بتاعتنا تاخد بقى لون جميل كده ونشوح فيها لغاية لما اللون بتاعها يتحول. وبعد ونحطها بقى، نسيبها بقى ايه، مش هنحط بقى عليها البصل، انا مش هحط عليها البصل دلوقتي الا لما تاخد شوية سوا، يعني تبقى بقى تحسي ان هي 3/4 سوا، روح حاطه البصل بتاعي بس. انا ما حبيتش اوريكم بقى، طبعا الفيديو جيري ما في حته ما صورتهاش وانا بحط البصل وكده وخطوه خطوه. اهو البصل بصي اتكرملت بقت خطيره، هي مكرمله بقى زي ما انتوا شايفين ما شاء الله. خليت البصل اتكرمل خالص. ونحط البهارات بتاعتنا اللي هي الملح والفلفل ورشه جوز الطيب وشوية بهارات مشكلة بتاعت اللحمة والحبهان وورق اللوري. وزي ما انتوا شايفين ما شاء الله ده بتدوب كده. تاكليها بقى بالهنا والشفا، تاكليها بعيش، تاكليها جنبها رز بسمتي، رز شعرية، عايزة تاكليها كده بس وشوية سلطة. ألف هنا والشفا على قلبكم. أنا حبيت أقول لكم لحمة كباب الحلة بصراحة من أجمل الأكلات، وبتبقى سريعة وبسيطة. وبس أهم حاجة تختاري القطعية بتاعتها، تقولي للجزار أنا هعملها كباب حل عشان ما تاخدش منك إيه سوا كتير أو كده. بس زي ما انتوا شايفين. وكل سنة وانتوا طيبين. معلش أنا مش كنت تعبانة شوية ما بنزلش فيديوهات.